ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سيرفيس رحمة من عيادة سوهر سيطرة عناية بالبشرة. كل سنة وانتم طيبين. كنت حابة افكركم البنات اللي حابة تعمل سيشن سكين كير قبل العيد، بيفضل طبعا ان احنا نعمل قبل العيد بكام يوم، يعني مثلا يومين ثلاثة، عشان البنات اللي بشرتها بتتحسس او بيكون بتلتهب لازم ندي وقت قبل اي مناسبه عندنا علشان بشرتنا تلحق تهدى، او كمان لو هنستخدم ميك اب تكون بشرتنا هديت خالص، فنعرف نستخدم الميك اب او يكون الالتهاب هدي. تاني حاجه حابه اتكلم عليها ان احنا خلاص داخلين على فصل الصيف. البنات اللي بشرتها دهنيه او مختلطه بفكركم ان احنا بنحتاج نعمل سيشن كل شهر، او الناس اللي بشرتها مختلطه بتبقى كل شهر ونص شهرين. ده طبعا علشان الدهون اللي بشرتنا نشيلها، لان الدهون دي بتكون بيئه مناسبه ان البكتيريا تنمو فيها وتعمل لنا الاكتيف اكل. كمان ان المسام عندنا بتكون واسعه شويه، فبتلم بقى الاتربه من الجو، بتتاكسد، بتعمل لنا البلاك. فعشان كده بفكركم ان احنا لازم ننتظم علشان يعني نحافظ على بشرتنا على قد ما نقدر. غير طبعا الروتين اللي احنا بنستخدمه في البيت اللي هو الغسول مع المرطب، دول حاجتين اساسيين بنستخدمهم عشان نحافظ على بشرتنا. غير بقى لو مثلا في حد الدكتور بيكون كاتباله على العلاج او اي حاجه، ده طبعا في الروتين بتاعه. كمان كنت حابه اقول للبنات اللي هي بتعمل ديرمابين او فراكشنال، طبعا الاحسن ان احنا نعمل جلسه تنظيف بشره قبل اي سيشن نعملها، علشان زي ما بنكون بتعمل حاجه على نظافه تدي افكت طبعا احسن والنتيجه